لالياتي السلام عليكم. اليوم غادي نوجد لكم الكويرات ديال الكفته ديال الدجاج محمرين بحال اللي كتشوفوا. نتمنى انهم يعجبوكم وسهلين في التحضير. بالنسبه للكروكيت ديالنا غادي نحتاجو تقريبا عندي هنايا 200 غرام ديال الكفته ديال لدان ولا ديال الدجاج، الراس ديال معلقه ديال الهريسه ولا السودانيه، معدنوس، جوج ريوصه ديال الثومه محكوكين ولا راس واحد كبير. وبالنسبه للعطريه غنحتاجوا الملحه، التحميره والكمون. طبعا انا هي العطريه صراحه ما كنعطيش المقادير لانني كندير على حسب الذوق، كيف كل وحده عندها ميزانه. بالنسبه للمبتدئات انا دايره عندي هنايا تقريبا نص معلقه ديال التحميره على 4 معلقه صغيره ديال الكمون، والملحه حسب الذوق. تقريبا هنا دايره انايا 4 معالق. دابا غادي نخلطوا كاع المقادير ديالنا. نديروا العطريه، القزبر، الهريسه ولا السودانيه، الثومه، ونخلط. صافي هي الكفته ديالي خلطتها. غادي نحتاجو باش غادي نروليو لي بولات ديالنا، غادي نحتاجو بيضه ولا شابلوغ. درب البيضه ديالي. اول حاجه غادي نحاول نشكل بيدي كويرات وغادي نديرها في البيض من بعد غادي نجيبها لا شابلوغ غادي نعاود نرجعها للبيض ونعاود نديرها في لا شابلوغ. ونحطها في الطبق ديالي حتى نكمل لي بولات كاملين، حتى نكمل كاع الكويرات اللي غادي ندير. دابا ساليت الكويرات ديالي هاهما، غادي ندخلهم الثلاجه. ولكن قبل ما ندخلهم الثلاجه صراحه بغيت نقول لكم بعض النصائح بالنسبه للبنيتات ولا للدراري اللي عاد بداو هما في الطبخ. هاد الكويرات من بعد ما ديروهم، ملي غادي تكوروهم غادي ديروهم في البيض، وغادي تحطوهم في لاشابلوغ حتى تساليهم كاملين. غادي ديروهم عاوتاني في لاشابلوغ حتى تساليهم من لاشابلوغ كاملين، عاد تعاودوا ترجعوهم للبيض عاوتاني ترجعوهم لاشابلوغ وديروهم كاملين وتستفوهم في الطباسل ديالكم وحده بوحده. صافي دابا غادي ندخلها الثلاجه، نخليها غير واحد 20 دقيقه تشد في راسها، عاد غادي نقليهم. زدت دابا غادي نبداو نقلي. بالنسبه للقلي الزيت ديالتي ها هي سخونه، وعندي هنايا بابي ابسوربون وجدته. نبدا نقلي بسم الله. نخلي حتى تحمر الكويره ديالي كاملين ونحيدو. وها هو الطبق ديالنا واجد بالصحه والراحه. لي بولات ديالنا واجدين كيحمقوا بالصحه والراحه. نتمنى انهم يعجبوكم ولا جربتوهم وعجبوكم. نتمنى ديروا ليا لايك وشكرا بزاف وبسلامه.